صباح الخير، صباح النور، صباح العافية على عيونكم الحلوة. وصبحنا ويا هذا الوجه الحسن، وبلشت حتى تجهز نفسها دا تطلع. طبعا ترست لها هاي السلك مالتها، راح تخليها بالجنطة. ماما ترست شعري، واليوم طبعا يوم حلو، هم يعني احب شعر مرتب وهم الدروس اللي احبها. صدق خلي اشوف لهم الضفاير اللي سويت لك اياهن. لحظة لي باع بنات شلون ضفرت لها شعرها ايش قد حلو. واو، هاي الضفيرة الأولى الداري، خلي يشوفون الضفيرة الثانية، وهاي الضفيرة الثانية، وهاي ليوقة الحلوة. يلا يا ساندرا راح اروح. باي باي. بس ما قلتي لهم صباح الخير. صباح يلا خلوها ولو هي الحمد لله ما تقعد منعسة، دائما تقعد مصحصحة يعني، بس اقول لها قومي راسا تقوم، بس اظل في ركب عيني عادي هاي لانه توج قاعدة من النوم. يلا خلينا نتوكل بالله. يلا وصل اجيب حذائي. وين حذائي؟ دائما تلبس الحذاء توصل يم باب بيت جيراننا. والله يا ريال. شو اسمه البس حذائي. هسه هنا حبايب احنا متعودين دائما قبل لا تطلع ليوقة حافظة الدعاء، وحافظة من تطلع من البيت شو تقول. بس حبيبتي اقرينا الدعاء. رضيت بالله يا رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. تمام. ومن تريد تطلعين شو تقولين؟ بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي حبيبتي. يلا باي باي. يلا باي باي. مع ألف سلامة. هسه هنا حبايب اليوم حبيت اشوفكم انه القنفات هنا عندي نشفوا اثنيناتهم، ورجعت كل شيء مكانه، بقى بس افرش الارضيه، وهسه راح افرشها وياكم. وعلى البرده ما شاء الله من غسلتها طلعت هيك تزهي زهي، فراح افرش هنا، وراح افرش همينه بالمطبخ، يعني مو بس هنا، حفرش هنا وهنا فد مره، وارجع كل شيء مكانه واراوي لكم اياه. وعلى همينه ما شاء الله من نظفتها طلعت عند الجنة. انا دائما احب انظفها بنات بالجف، تطلع كلش حلوه بقى، وحتى هنا تمام. فهسه ان شاء الله راح افرش بقى حبايب. بس فرشت عندي الصاله، حسيت كل شيء عندي تغير. هسه راح اجي افرش عندي المطبخ، لانه همينه المطبخ بعد ما فرشته فهمي راح افرشه وياكم. بقى بنات همين فرشت عندي هنا الارضيه مالت المطبخ، بس انا شنو احب دائما اخلي هاي المده جوا رجليه، يعني مكان هنا جوا السينك دائما احب اخليها، احسها تبقى محافظت لي على المكان. واذا تتوسخ مثل شي يوقع من ايدي او هيك شغلات، اخذها اغسلها بالغساله وارجعها، وهيك تصير. هذا صار عندي المطبخ، وهاي صارت عندي الصالة، وخلصت من عندهن اثنين هين الحمد لله والشكر رب العالمين. الطعم مالتها الله وكيل. انا اللي ما احب الكيك، انا اللي ما احب الكيك جبت كيك. طبعا احنا اذا ناكل كيك هذا يعني ناكل كيك. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا الكيك ترى قبل الغداء بالمناسبة. والله نشتكي انا وياك. لا بقول لك الواحد شلون يسمع. يابا خلي جوحي يذوقه ويحلف. شوف الطعم ماله شلون. ويا القهوة. يابا. على العب داود. قلنا له هو مرض. تعبان. ويا قهوة العميد وعيش يا باشا. أنا مو يعني قاعد لكم قبل ما كنت من النوع اللي كلش أحب القهوة، وبالذات إذا سادة أقول له طيب شلون تجرعها. بس لما بديت يعني شوية أقلل من الشكر اللي بالشاي، ولو إحنا أصلا يعني نخلي تقريبا خاشوقتين مال شاي الكوب الكبير، هسه بلشنا نخلي خاشوقة فترة، وراح نقطع الشكر نهائيا أنا وصاحبي اثنيناتنا، وحتى لا ويانا بالمناسبة. داود هو من الأصل ما يشرب شاي الوحيد أنت تخليه شكر شوية. والله؟ نعم. مرة نهائيا ما أخذ شكر. إيه. تدرون بنات هاي أول مرة أجرب أسوي كيكة بالموز.
حتى من اكل من عندها ابو صهيب البارحه بالليل قلت الله عليك قولي يعني شلون طعمها؟ قال والله طيبه. ليش الوجه هنا راح هنا ما راح؟ انت شفتك هوايه. شلون احط قصبه؟ ببيع على قولة ليومي؟ اقول لك خاف اكل وما اقدر اكل الغداء. مو صحيح؟ اخذ رايك؟ طيب اوكي روحي. انت روحي لا تلح. اقطعي. لا بعد ما اكل انا ما اريد اكل. الدكتور قال لي كذا هذا دورمه. ايه. كل حدا دورمه. وذا الغداء الله. لا ما دام شو. زين وذا اسوي لك ايد مال غنم واسوي لك قبلها كيكه تاكل؟ نحكي الصحيح قدام العالم. لا والله. ليش العادات؟ الدورمه ما احبها مثل الشغلات. احنا دائما نقول احنا بنحب الدورمه وكفيلكم والله من نقلب الجدر ما نخلي من وراه كل شيء. للجو. للجو. هاي طبعا دائما هاي المقوله مالتنا. اي فقلت لكم رجعت اني ما ادري شلون هيك صارت بي سوده وصرت احب القهوه واحبها ساده، فقلت لكم ما اعرف ليش انا تعودت ويا ابو صهيب انه اشرب القهوه مره يعني ساده. ايوه من عندي. بس ما اقدر اشربها مثله، هو يوميا معدل يومي لازم يشرب قهوه. وداود نفس الحاله، ليا شويه بلشت قلت لها حبيبتي ما يصير بعد عمرك مو مال تشربين بيه قهوه ولا تشربين بيه هاي النسكافيه لنفس الدرجه اللي يشربها داود، لان النسكافيه ترى درجات ما فات بها الحكي. ذاك اليوم بالليل كان داود بعده ما جاي واحنا كالعاده مقابلين التلفزيون وقاعدين نشوف مسلسل مسلسل شو اسمها الفريدو مال بها. لا شو بيك؟ حتى نسأل هام شاهين. اسلام لاهين. لا ما لقوا بزرها. بها الهام شاهين. فشو اسمه بعدين نشوف المسلسل واجا داود، فمن فتره سنباوع قال هذا المن الكوب، قلنا له هذا اللي كان يقولها يعني شوف انا قلت لها ما اخذت حلو يعني الاحترام بين الاخوان، فبس قال لها اخوها لا حبيبتي هذا مو زين على صحتك وهذا ياذيك وانت بهيك عمر ما لازم تشربين هاي الاشياء، بس تكبرين شويه اشربي عادي حالك من حالي، بس لازم تعدين هاي المرحله بعمرك. والله العظيم بنات اذا اقول لكم ما تصدقون، انا قبلها هوايه قالت لها وما يفيد، من اشوفها تتنعوص واحسها تنقهر وهاي اقول لها براحتك يعني اي انقهر عليها، بس من شفتها طاعت اخوها بمجرد كلام، مجرد انه قالها مو زين عليك يؤذي صحتك بس تكبرين شويه اشربي حالك من حالنا، عافت الكوب على حطته ولا اخذت منه هيك شفطه صغيره ما اخذت. فكلش احب الاحترام بين الاخوان، يعني انا عن نفسي كلش احب هذا الشيء. وليالا شو يعني لو تشوفون طبيعتها ويا اخوتها اثنينهم طبعا، لوش ما اني اقول لها ايش ما ابوها يقول لها على شغله انه مثلا لا تسويها ترجع تسويها، مثلا حبيبتي هذا ما يصير ترجع تسويه، بس اخوتها ومع العلم الحمد لله والشكر اثنينهم مو من النوع اللي يضربون، مو من النوع اللي يهينوها. اصلا انا مرات اذا على صوتي عليها داود يريد ياكلني، الله وكيلكم والله العظيم بنات لو اخلي كاميرا واشوفكم رده فعله مثلا من اني اعيط عليها على شنو، مثلا الغرفه مالتك ممنوع تخلين بها شيء، نظفيها لا تخلين هذا الشيء بمكان، على هاي الاشياء احكي عليها، او مثلا على دراستها او على ملابسها اقول لها لا تذبين وين مكان لانه ما يصير، ما تبقى بالقاع، ما تبقى على الستول مالتك لازم تشيليه، على هاي الاشياء مثلا اعيط عليه يتخبط يعني يجي يريد ياكلني، حتى مرات اقول له ترى انا امها انا مو مرت ابوها، ومع ذلك يقول لي حتى لو انت امها انت مالك حق تصيحين عليها. اول شيء هاي بعدها صغيره، احنا دائما عندنا الكبير انه ايده طايله يعني يقدر يضرب يقدر يعيط يقدر يطلع عضلاته على الطفل، هذا الشيء كلش محرم، ماما ارجوك لا تسوين هيك يعني هيك شغلات وياها. بوجهها اني اعيط حتى هو علي انت مالك دخل ربيتك ما اعرف اربيها، هاي سولفنا مال العراقيه. ما يزعل على نفسه يزعل اي على نفسه على قولة ابو صهيب ما يزعل من نحكي عليه، بس على لا ما يقبل، يقول البنيه دائما يعني هرموناتها مختلفه، فاذا يعني هيك تعامليها راح تخلين عندها خربطه بالهرمونات، يا راح تصير عصبيه حيل، يا راح تصير يعني رد فعلها يجرح اللي قبالها وانه ما تحسب حساب الاخرين، يا تصير ضعيفه امام الكل. فارجوك يا امي لا تسوين هذا الشيء. فبصراحه يعني انا كلش احب هاي الاشياء واحاول ويا نفسي انه ابطلها، يعني مرات بداخلي اريد اثور على ليا
وارجع اقول لا لا اهدأ شوي او اعوف المكان واوخره. بس هي شنو تعودت انه اني لوش ما اكون عصبيه استحاله امد ايدي عليها. وحتى ابو صهيب نفس الحاله، مره ما ادري على شنو هنا هيك بالشقه ابو صهيب عاط عليها، فهي ايش عبالها صحيح راسا هيك انخذلت على صفحه وقامت تبكي وما اعرف شنو. انا بصراحه تخبلت، حسيت انه حكي داوود صحيح، فراسا رحت على ابو صهيب قلت له ترى لا هيك وهيك صار بيها. قال مستحيل عند الشقه وياها. يعني صرت ميقنة انه مرات احنا افكارنا تختلف عن افكار اولادنا، فلازم احنا نحاول قدر الامكان انه نسمعهم هم ونحاول ننفذ ولو شيء بسيط وياهم. فابو صهيب مين قلت له مباشرة يعني صار يضحك، قال مستحيل عند الشاقة وياها، واجي لقاها هنا. فالحلو بيه شنو ظل يداهر بيها والشاقة وياها ما اعرف شنو، حاول انه يعيط عليها مرة ثانية، وانا قلت لها لا مو قلت لك دي الشاقة وياها ما اعرف شنو. فبسرعة غيرنا من نفسيتها، وانا ايش قلت له كل فترة سوي وياها هيك حتى ما تحس انه انت عطت عليها. قال والله انا هم كنت اشتغل. قلت له ومع ذلك هم كل فترة كل بين يوم ويوم كل هيك سويها هاي الحركة حتى ما تتعلم تخاف من الصوت العالي، او ما تتعلم تخاف من واحد يغير تعابير وجهه ويصير خوف بداخلها، حتى هي هم تقوى شخصيتها. وابو صهيب راسا وافقني يعني الرأي. هسه هي بعيون تعرف انه انا صح لو هسه صارت على قولتها مسيطره، مرات يقوم يعيط عليها حتى لو صحيح، تقول لي يلا عيني عد من تخلص تعال احكي لي. فانتم حاولوا هم يعني تغيرون ولو شيء بسيط بحياتكم بتربيه اولادكم، واللي نقدر عليه ما نقصر. صحيح احنا بوقتنا ما كان اكو هيك شيء وما كان هذا العلم، ما كان اكو هذا الانفتاح. ترى الانفتاح هم يعني ساعدنا بهوايه اشياء، شوفنا هوايه اشياء، شوفنا عيوب كنا نسويها، ونرجع ونقول بكل الحالات الحمد لله والشكر لان اشياء تربينا عليها قدر الامكان ما ربينا اولادنا عليها، وهذا هم يعتبر نعمه من رب العالمين.